وبعدين الإشارب الفاتح، هاخده واربطه من الناحية التانية بشكل موروب برضو. دايما احاول اربط الإشاربات من النص. لما اجي اربطه ده هاخده من تحت الغامق، اجيبه على الناحية دي، نربطه كده تمام. دلوقتي هيبقى عندي الإشاربين متقسمين ل4 قطع زي ما احنا شايفين كده. هبتدي اني اخد اول واحدة من الغامق وهلفها حوالين الرقبة، هثبتها بدبوس، بحيث انها تبقى جاية كده، وبعدين هرجع الف بيها واخدها على الناحية دي، اثبتها على اللون الفاتح. انا وانا بثبت دلوقتي الجزء الغامق ده اللي هو حوالين الرقبة بقى بالدبوس ده، انا كده بثبت بيه البندانة والغامق والإشارب التاني. هبتدي ان الباقي ده احطه من جوه الطب، من جوه الجزء من ورا عشان خلاص مش عايزاه. هبتدي بعد كده اني اخد الجزء اللي من فوق من الإشارب الفاتح، اتنيه تانية خفيفة، وهاخده كده وثبته بدبوس، وبعدين كمان دبوس الناحية دي، بعدين هبتدي اني اخد الجزئين اللي فاضلين بتوعي، عايزة ألم كلهم مع بعض. ابتدي اني اخد ده الغامق احطه كده لفوق معايا الفاتح، احاول اني اخدهم بنفس الدبوس، هرجع اخد اخر دبوس ده احاول اني ادم بايدي واثبتها من فوقيها، وده شكلها الأخير. بسيطة وفي نفس الوقت مميزة جدا.